تعالوا بقى النهاردة نعمل حاجة جديدة طعمها حلو قوي بجد هتعجبكم. هنعمل ان شاء الله بطاطس بالبشاميل. هنبتدي اول حاجة بالكفتة. جبت بتنجانة شويتها وفلفلاية حمراء وبصلاية، كلهم شويتهم وقشرتهم، قشرت البتنجان وقشرت البصل وقشرت الفلفل. ننضفها خالص من اي حتت سودا كده مطرح الشوي. هنقطعها بقى، هنفرمها ناعم خالص خالص. ممكن تقطعيها بالسكينة كده وممكن تفرميها في الكبة اللي يريحك. هنفرم التلاتة مع بعض. على فكرة الكفتة دي غير ان هي كمان موفرة، بتدي قيمة غذائية عالية جدا للحمة وبتكتر الكمية. يعني هتشوفوا انتوا النص كيلو مفروم هيطلع لنا كمية كفتة قد ايه. بعد ما نعمناها خالص كده نزلت بيها على المفروم نص كيلو. جبت بصلاية بشرتها، بصلاية كبيرة، وعندي ربع كوباية برغل نقعتها 10 دقايق كده في المية وبعدين عصرتها كويس. وعندي بقدونس، حزمة بقدونس، ملح وفلفل وتوابل كفتة او توابل لحمة، ونص معلقة بيكنج باودر. ما عندكيش بيكنج باودر ممكن تحطي بيكربونات صوديوم. هنعجن بقى الحاجات دي كلها كويس قوي مع بعض، نخلطها كده ونقلبها كلها كويس. وعلى فكرة طريقة الكفتة دي ممكن تعمليها صوابع وتشويها كفتة لوحدها، بتطلع كده جوسي وطرية وطعمها فظيع. غير كده كمان موفرة لان هي بتطلع كمية حلوة جدا. بس احنا هنا مش هنعملها صوابع، احنا هنا هنعملها مدورة شكل البطاطساية كده، تبقى قد البطاطس. بس شايفين بقى بنعملها مدورة ازاي. نحاول على قد ما نقدر كده نخليها على قد البطاطس. شايفين طلعت لنا كمية قد ايه من نص كيلو بس لحمة مفرومة. بجد طعمها حلو قوي قوي في الشوي لوحدها كمان. هندي بقى للكفتة صدمة بس مش هنسويها، صدمة كده على الوشين. مجرد ما تلم معانا بس من ناحية بنقلبها على الناحية التانية. جبت بقى طماطم قطعتها حلقات رفيعة، طماطمتين كبار. وجبت بطاطس، طبعا كمية البطاطس بقى على حسب عددكم. بس يعني النص كيلو لحمة ده بيطلع لنا كمية حلوة، فاعملي كمية بطاطس كويس. اهم حاجة نقطع البطاطس حلقات رفيعة خالص خالص على قد ما نقدر. البطاطس لو تقطعت حلقات تخينة مش هتستوي. انا هنا عملت بشاميل. طبعا بقى البشاميل زي ما انت عايزه تحمري دقيق وتحطي اللبن براحتك، عايزه تجيبي البشاميل الجاهز اللي بيتحط في اللبن على طول زي ما انت متعوده تعملي البشاميل. بنحط بقى كده، بنرص بالورب كفتة وبعدين طماطم بعدين بطاطس بعدين كفتة كده بالورب كده، عشان بيطلع شكلها حلو في الصينية احسن بكتير ما نحطها فوق بعضها، وعشان ندي فرصة كمان للبطاطس ان هي تستوي كويس. نخلص حلقة دايرة كاملة، وبعد لما نخلصها نخش على الدايرة اللي وراها، وبعد ما نخلصها نخش على الدايرة اللي وراها لحد ما نخلص الصينية كلها. من سمك البطاطس عامل ازاي، البطاطس لازم تكون رفيعة على قد ما تقدري. خلاص كده كملنا اول دايرة. ندخل بقى على الدايرة التانية. شكلها بيطلع حلو قوي قوي على فكرة، والكفتة بتخلي كده البشاميل طعمه حلو قوي. جربوها مش هتندموا، بتنفع في العزومات كمان. صنف حلو وغني كده هيعجبكم جدا بجد. بطاطس وبعدين طماطم بعدين كفتة بعدين بطاطس تاني. بقى بنخلي البطاطس اللي بنخلي الطماطم على الكفتة كده عشان تنزل عصارتها على الكفتة. الطماطم بتديها طعم حلو قوي. بس كده هندخل بقى يلا على اخر حلقة. اخر حاجة نحط بقى بقية الكفتة اللي فاضلة.
بس كده خلصنا. هنغطي بقى الصينية كلها بالبشاميل. لازم نغطي كل البطاطس بالبشاميل عشان هو اللي هيسوي البطاطس. ونخلي بالنا ان هو يكون متوزع حلو كده. شايفين بقى غطينا البطاطس كلها ازاي. هنحط بقى على الوش جبنة بقى، عندك جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة شيدر، اي جبنة عندك. انا حطيت رومي وحطيت موتزاريلا. بس كده هنغطيها بقى بورق فويل كويس قوي، حوالي ساعة الا ربع من في الفرن، حوالي ساعة الا ربع كده بالفويل، وبعدين نشيله ونخليها بقى من فوق وتحت. وكل شوية تختبري البطاطس كده بالشوكة تشوفيها خلاص استوت ولا لسه. والبطاطس والله بتستوي، بس اهم حاجة تكوني مقطعاها رفيع، ولازم تغطيها بورق فويل الاول حوالي ساعة الا ربع مش اقل من كده، علشان تاخد فرصتها تستوي، وبعدين بقى نديها فرصة تتحمر. شايفين بقى البطاطس، نقطعها كده عشان اوريكم ان هي استوت اهي. طعمها تحفة، والكفتة كمان استوت، وشايفين لونها حلو ازاي من جوه، وطعمها جميل. جميلة يعني بجد، لو عملتوها كمان مشوية هتعجبكم قوي قوي. يا رب تكون الوصفة سهلة وعجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة.